السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. علق خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على قلة حضور الجماهير في مباراة الشباب والنصر بدوري روشن السعودي. وفي تصريحات صحفية عقب مباراة الشباب والنصر قال البلطان: مباراة الاتحاد كانت أسعار التذاكر بنفس أسعار مباراة الشباب والنصر، وحضر الجمهور بشكل أكبر، واليوم جمهور النصر لم يأتي، ممكن أنهم متعودين على أبو بلاش. نادي الشباب ليس جمعية خيرية. وبسؤاله عن التعاقدات التي تنوي الإدارة إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية قال: لا توجد لدينا ميزانية للأسف، ولو كنا نملك المال لعملنا على إضافة قوة للشباب بصفقات جديدة. وأضاف: النصر هو من خرج بالتعادل أمامنا، وكنا نستحق الفوز باللقاء، وكانت لنا ضربة جزاء واضحة بالدقيقة 94. وفي الدوري السعودي كثير احتسبت مثل هذه اللقطات ضربة جزاء، ولا أعلم لماذا لم تحتسب.